السلام عليكم، نهاركم عربي والصلاة على النبي. الله يسعد لي ايامكم جميعا. كباب اللحم اليوم رح نحكي عن كباب اللحم. كباب اللحم اسراره وطيابته وشلون بيطلع فارغ، شلون بيوقع معك على الصيخ، شلون بينشك، وكل اسرار كباب اللحم رح تعرفها اليوم. بدك تطول بالك علي شوي وتتابعني اول باول. طبعا اكثر سؤال بينسال، انا بدي اسوي كباب غنم، من وين اقطع اللحمه؟ اول نقطه بالنسبه للحمه تبع الكباب، غلط كثير تقطعها من منطقه واحده، لازم تشكلها. وليش لازم تشكل اللحمه تبع الكباب؟ لانه عندك اليوم الرقبه بطعم، عندك الفخذ بطعم، عندك الزوره والضلوع بطعم، عندك اصابيع المثله هدول بطعم، كل قطعه، عندك الكتف بطعم. كل قطعة من هدول القطع إلها طعم مميزة فيه، فأنت لما بتجمع هالأطعمة هي كلياتها وبتحطها بالكباب تطلع عندك كباب خارقة حارقة متفجرة. طبعا وشغلتين اوعك تحطهم بالكباب. أول وحدة هي العرعورة تبع الرقبة، هي العرعورة تبع الرقبة. ثاني قطعة اللي هي الزور اللي بيجي عند التقاء القفص الصدري بالنص هون بهالمنطقة هاي. هدول القطعتين بيفرطوا الكباب، بيطلعوه مثل البرغل. طبعا رح تقلي ليش بيفرطوا الكباب؟ هدول القطعتين اللي عم اقول لك عليهم الخاصيه تبعهم، اللحم بيطلع مثل البرغول، يعني حتى لو بتفرمها لحالها تطلع برغول. ممكن تحطها بكميه كبيره ما بتاثر، ما بتبين. اما انت عم تقطع كيلو كباب، كيلو ونص، كيليين، لما رح تحط هي فيهم، شوفها هي المنطقه، هي العرعوره تبع الرقبه او نهايه الرقبه عند الراس، هالمنطقه هي شايفها؟ هي كثير قاسيه، شوفها هيك كثير قاسية، والقوام تبعها ما بيتناسب مع الكباب. مع اللحمة بالصينية، مع الصفيحة، مع أي أكلة ناعمة ما في مشكلة بتروح، بس حصرا مع الكباب ما بيمشي الحال. طبعا ودائما تذكر نسبة الدهن بالكباب ما لازم تتجاوز أكثر من 25%، مشان ما تجي تقول لي أنا كباب فرط معي وبرغل وما انشك وكذا. الكباب لحمته كثير حساسة، مو مثل ما بتتصور الناس إنه كل شيء بيروح بالكباب يلا مشيها، لا. يعني الكباب مو مثل اللحمة بالصينية، مو مثل الصفيحة. الكباب كثير عنده، شلون بدي اقول لك يعني اياها، الكباب عنده خاصية كثير مميزة، انه لازم تكون لحمته نظيفة ونوع اول لحتى يطلع معك كباب على الاول. وانا اليوم رح اقطع لك الكباب، هي شقفة من الرقبة، وهي شقفة من الزورة. شايفة الزورة شلون؟ طبعا الزورة منظفة، وهي شقفة من أصابع المثلة. هدول الأصابع كتير طيبين، حتى بلحمة العجل بيطلعوا طيبين كتير. طبعا وما تنسى على طول حط لي دقن اللحام بكل شغلة لازم تحطها، خاصة إذا كانت ناعمة على الماكينة. شوف دقن اللحام تجي من هون هيك لحمة ولحمتها طرية، وبيجي معها قطعة دهنة. طبعا واكبر غلط بيرتكبوه الناس انه بيحطوا الهبره وبيحط لها شقفه ليه وبيقول لك صارت كباب. لا حبيبي، ما صارت كباب، هي اسمها لحمه مفرومه. شايف يا حبيب؟ هيك نحن شكلنا. هي قطعه من الفخذ، هي قطعه من الورده، هي الورده الظريفه، شو ما حطيت لك لسه، وهي قطعه. شايف لي على التشكيله؟ إذا شفتها خفيف الدهنة أو حسيت إنه نسبة الدهنة فيها قليلة، بتحسن تاخذ قطعة من البدن اللي هي شوفها، هالمنطقة هي من لحم البدن، من دهن البدن. هالمنطقة هي من دهن البدن كثير طعمتها طيبة، وخاصة بالكباب اللي هي بتجي فوق الظهر. هالمنطقة هي شوفها، إذا حسيتها إنه دهنتها قليلة. بس نحن هلا هيك دهنتنا يعني كتير مميزة ومعتدلة وشغلة فوقانية. طبعا بينحط معها شقفة من الكتف وبتطلع كتير طيبة. نحن هلا شكلناها بقدر الإمكان، بس في نقطة، إياك تحط معها موزة. إذا بدك تفرم الكباب وش واحد لا تحط معها موزة، بدك تفرمها وشين ما في مشكلة، حط معها موزة بشرط تكون منظفة من الأعصاب على الآخر.
وانا ما بفضل يعني تحط موزه بقلب الكباب، لانه لما بتنشوى الموزه بتشد وبتخلي الكباب كثير قاسي. بس هيك بهالطريقه هي التشكيله هي رح تاكل الكباب وتدعي لي. طبعا وهلا بعد ما قطعنا اللحمه رح افرم لكم اياها على الماكينه. بس في نقطه، انت ما رح تعرف تشك اللحمه اذا عملت لك اياها وش واحد. انا رح اعمل لك اياها وش ونص وارجيك شلون رح تنشك وتطلع كباب على كيفك، مثل ما بيقولوا اهلنا بحما الله يحييهم على الشوارب. طبعا وهلا نقول بسم الله ونبلش فرم. طبعا وبعد ما عملتها اول وش لازم تخلطها قبل ما تعملها الوش الثاني، اذا حابب تعملها وش ثاني، او اذا حابب تعمل نصها وش ثاني وتخلطهم. شايف شلون شابكه اللحمه وعلى الشوي هيك؟ هاي بس اول وش. شوف اللحمه شلون شابكه، شوفها، شايف اللحمه شلون شابكه. طبعا هي لسه ما خلطناها وعملناها لها نص وش ثاني. بالوش الثاني تطلع اللحمه كلها روح واحد، خاصه اذا كانت على الماكينه. طبعا من شان ما ننفهم غلط، الكباب له انواع واشكال كثير. اليوم رح نساوي الكباب على الطريقه الدومانيه والشاميه، ورح نساوي لكم شغله ثانيه بتشوفوها بالفيديو اللي بعده. طبعا ورح اساوي لكم خلطات كباب على حسب كل دوله شلون بتساوي الكباب، وشلون بتقطع اللحمه، وشلون بتتبلها، وشلون بتشويها. طبعا وهلا رح نعمل نص الكميه الثانيه وش تاني من شان تصير اللحمة تبعنا على كيفك. بسم الله. طبعا وبما انه حكينا انه رح نصور سلسلة فيديوهات عن الكباب اللحم بكل دول العالم، وكل دولة شلون اللحمة تبعها وشلون خلطتها وشلون تتبيلتها، نحن اليوم رح نساوي الكباب الدومانية والشامية. طبعا والكباب هاي ما بتختلف بتتبيلتها ابدا، هن التتبيلة واحدة بس طريقة الشك بيختلفوا. حطينا ملح، فلفل اسود، سنين توم صغار، وبقدونس ناعم. هدول كل شغلتهم، بس اهم شيء تدعك اللحمه منيح او تخلطها منيح بحيث انه تطلع معك شلون تنخلط معك على الاخر، تطلع مثل الراحه بين ايديك. طبعا شوفها هيك، قرب زود لي عليها شوي. كل ما دعكت اكثر كل ما ظهرت طيابه اللحمه. شايف هيك يا معلم؟ شوف الكباب شلون طلعت، مشان تعرف انه شغلك صح. شمها هيك بتلاقي ريحتها بتنعش القلب. طبعا وهي قسمناها قسمين، قسم للكباب والقسم الثاني بقول لك اياه بالفيديو الثاني. طبعا وبالنسبه لشكل الكباب مثل ما حكينا كثير سهل. شايف اللحمه شلون طلعت معك؟ طيب بعد ما مدينا الصيخ بدك تخرمه. هلا هذا الشكل عادي. وهيك الشكل الدومانية، لأنه الكيلو بيطلع حوالي 35 صيخ بدومة. هاي الشامية يا عين عمك. طبعا شكلناهم نحن، وهذا عم نحكي عن أول نوع من أنواع الكباب.
واليوم بما انه مدلعين حالنا عاملين كباب شامي على دوماني على ما بعرف شو على اورفلي، رح نساوي سلطة بدبس الرمان، شغلة غير شكل. لما بدك تفرم الخيار اول شيء قطع هذا القسم، حطه هيك صارت ثابتة على الدفة، حطها هيك. السلطة ما طيبة غير ناعمة، يعني اللي بيساوي السلطة او بيساوي القطعة قد الجوزة، لشو هي سلطة، هاي اما سلطة منوب. شوف لي الخيار هيك لما بينقطع وبينفرم ناعم، شايفون؟ متوازي الاضلاع، شايف هيك معلم؟ شغلة على كيفك. هلا بس تخلص السلطة رح تدعي لي كثير. على فكرة ليش كل النسوان بيقولوا انه سلطة اللحام كثير طيبة؟ لانه ما بتشتغلوا فيها ولا هي من حقها طيبة؟ اكتبوا لي بالتعليقات. طبعا حطينا بصل صغيرة على حسب الرغبة، شلون بتحب انت ساويها. بقدونس بتحبه ناعم، بتحبه خشن، شلون بتحبه افرمه، بس البقدونس بيجيب طعم السلطة. طبعا وما رح نحط لها غير ملح، لانه هي سلطة بدبس الرمان. ما بدك تحط دبس فرم لك ليمونة، ما بدك تحط ليمونة ولا بدك تحط دبس، حط لك شوية خل تفاح. شايف السلطة شلون طلعت يا معلم؟ وهيك السلطة صارت جاهزة. طبعا آخر شي بنحط عليها دبس الرمان، شوف هيك، بس لا تكتر هيك. هلا بتتنغنغ بدبس الرمان، تطلع شغلة تدعي لي عليها. وهلا هيك بنحط اول شيء، طبعا مثل العاده بنحط اول شيء البصل مشان يستوي والبندوره. وهلا اول وحده بننزلها على النار هي الكباب الشاميه، لانه فيها بندوره. طبعا 3 دقائق على النار. وفي شغله نسيت اقول لك عليها، رح اقول لك عليها هلا. اذا انت حطيت الكباب على النار بدون ملح او تبت الكباب وما حطيت له ملح بيفرط معك على النار. هي وحده من اسباب انه الكباب بيفرط، بيكون ما في ملح. الملح هو اللي بيمسك الكباب على الصيف. وهلا هيك بنحط الثانيه مع هدول الشكه الدومانيه. تمام هيك معلم؟ يلا روح. مثل ما قلت لك قبل، ما تحط الكباب وتقعد تفتلي فيها، لازم يستوي الجنب التحتاني بعدين بتقلب قلبه كامله. تعال شوف. هلا هيك حطينا الكباب على الاول وش، شوفوا هيك التقليب هيك لسه ما استوى، بتخليه لحتى يستوي هيك، بعدين بتقلب قلبه كامله. ولا تنسى البصلات والبندورات تبعاتك. يلا وهي البندورة الكرزية تبعنا صارت جاهزة. شوف لي هيك، هي البندورة الكرزية كل لقمة ببندوراية. وهي بصلاتنا صاروا جاهزين، حطيناهم هيك مع شقف اللية. طبعا بعد ما قشرناهم وزبطناهم، شغلي على كيفك. شوف لي على الكباب شلون طلع لونه هيك هيك. وهي الكباب الثانية. وهي الدومانية. شوف الدهن، شايف شلون عم تنقط؟ شوف الكباب شلون فارط. ومثل العادة لحتى تعرف المشويات تبعك طيبة وظريفة، بتاكلها هيك لحالها وبتعمل حركة 3-6-2. بسم الله. قلبي الصغير لا يتحمل. بتعرفها هي الحركة هاي؟ أكيد ما بتعرفها. تجيب البصلة هيك، تجيب شقفة من الكباب هيك هيك، كمان الحركة 3-6-5. بسم الله. طبعا وانت عم تاكل دغري بتعملها هيك. شايف البندورين الكرزية شلون؟ هيك بتنقفها نقف
بالنقافة. طبعا وهذا الكباب تيجي بتعمل هيك اذا بدك تاكل سلطة معه، تحط شقفتين من اللي بالبصل. مفكرني رح اكل السلطة بالمعلقة؟ مو من جماعة المعلقة، نحن بنعمل هيك، بتحط لها السلطة هيك، مو معلقة بلا معلقة بالبطيخ، هيك دغري على الاكل، ما من جماعة المعالق نحن. شو بتعمل لها؟ روح، هاي حركة روح. شايف لك، شوف لي الدبس الرمان شلون، شوف 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 شوف، عطية نكهة ولا أطيب. بسم الله. شايف هيك صيخ الكباب بيساوي بدومة. شغلنا واعي نحن دوامنا. وهيك يا أخوان نحن حاولنا قدر الإمكان نقول لك كل الأسرار والعيوب اللي ممكن بالكباب. ولتعرف أكثر عن أسرار اللحم واللحامة تابعني أبي ياسين الدوماني. السلام عليكم.